ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. في الحلقه دي هنتكلم سوا عن ازاي نقدر نستخدم بقى الماسكات في حته التكست. ازاي انا ممكن اظهر التكست بطريقه معينه، اديله مساحه معينه يظهر فيها، العب شويه عن طريق الماسك مع التكست. زي ما قلنا في الحلقتين اللي فاتوا، انا مره دمجت مشهد مع مشهد ومره دمجت مشهد مع مشهد بس عملت بيه ترانزيشن. يعني مرة كمشهدين في بعض ومرة كترانزيشن من مشهد لمشهد تاني. ودلوقتي هنستخدم الماسكينج في ان احنا نلعب شوية مع التكست ونخليه يظهر في اماكن معينة وكده، وهنعرف ازاي ممكن نستغل حاجة زي كده. الحلقة الجاية هنعرف بقى حاجة من الحاجات القوية جدا، وهي ازاي نقدر نستغل الماسكينج ونشوف قوته بقى جوه الكالر جريدنج. وهتكون حلقة برضو للمبتدئين في حاجات بسيطة كده، فنعرف بس ازاي نقدر نستغلها في ان احنا نعالج شويه مشاهد كاضاءه، وهتبقى مهمه جدا. فتابع الحلقه دي والحلقه الجايه، وطبعا الحلقات اللي فاتت عشان تبص على المصادر. فاحنا عندنا دلوقتي هنا ده المشهد اللي هنشتغل عليه. هنبتدي ان احنا نضيفه على التايم لاين. مشهد طبيعي جدا، مش هنعمل فيه اي حاجه. كل بس اللي احنا هنعمله ان احنا زي ما احنا الحلقه اللي قبل اللي فاتت ضفنا الجبل ده او الارض دي على السماء اللي فيها ليل، كان دلوقتي نعرف ازاي مثلا ان انا ممكن اطلع تكست من ورا الجبل ده بدون ما اعمل اي ماسك على الجبل نفسه، او يعني كان انا افصل مشهد ومشهد كده. هنفهم دلوقتي. طبعا اول حاجه محتاج اعملها هي بس ان انا اضغط حرف التي من هنا او من الكيبورد، وابتدي ان انا اكتب هنا ماسكينج مثلا. تمام. هاجي هنا كده اضغط عليه ضغطه، احدده، اخليه في النص برضو الانكر بوينت، ومثلا عايزه يظهر هنا كده. طيب انا عندي الماسك ده عشان حركه التكست ده، فانا هبتدي ان انا اجي هنا على افكت كنترولز، افتح جنبه دي، وابتدي اجي على البوزيشن واحط له كي فريمز. فده اول كي فريم انا حطيته بنفس الابعاد اللي هو فيها دلوقتي، وده اول كي فريم. ابتدي ان انا اخليه يظهر من تحت كده. فالمفروض الماسك ده هيتحرك كده من هنا لهنا. تمام. طيب انا دلوقتي عايزه يطلع بقى من ورا الجبل، يعني مش عايزه يبقى كده. فاللي انا هعمله ايه؟ هاجي على الاوبستي. تمام. بس الاوبستي بتاعت التكست نفسه، وهبتدي ان انا احدد للماسك المنطقه اللي هو هيبقى ظاهر فيها. طبعا الاوبستي احنا متفقين قبل كده ان هي بتاعت شفافيه، فهحدد المنطقة اللي هو شفيته فيها تبقى 100%. فهاجي هنا كده، ممكن من أول هنا عادي لأن هو مش هيوصل لحتة أبعد من هنا. وأبتدي أحدد الجبل معايا كده برضو زي ما عملنا في الحلقة اللي قبل اللي فاتت. تمام. دي الحتة اللي أنا عايزه يبتدي يظهر منها، وهقوم طالع فوق شوية أديله المساحة اللي يظهر فيها، وأخلي أول نقطة هي نفسها آخر نقطة. أول ما قفلت الماسك بتاعي هتلاقوا طبعا إن هو التكست اختفى. ليه اختفى؟ عشان خاطر هو بره المساحة اللي أنا كنت برسم فيها الماسك، هو كان هنا. فلما أشغل الفيديو هيبتدي الكي فريمز بتاعتي تشتغل، فيوصل للنقطة دي اللي هو يتحرك فيها، هيكون هنا. فهنشوف المشهد تاني كده لو في حتة فاضية، هيبقى عامل كده. طبعا التكست ده انا ممكن احركه باي شكل، بس الحركه الحلوه نفسها ان هو ظاهر من ورا حاجه معينه. نفس المبدأ ده بنطبقه لما بشوف مثلا ان انا قاعد بشرح وتلاقي تكست طلع من ورايا كده. فنفس القصه دي عن طريق ان انا بعمل ماسك على التكست بيرسم فيه الشخص اللي ظاهر في المشهد. او ممكن ان انا اعمل برضو حاجه تانية، ان انا ممكن اخد نفس المشهد ده ادبلره مرتين كده، ويخلي اللي فوق عباره عن الجبل بس مقصوص، كاني زي ما عملت في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، اعمل ماسك على الجبل في المشهد او اللاير اللي فوق، ويبقى في لاير تحت تانية هي فيها المشهد كامل، واخلي التكست في لاير V2 اللي هي اللاير اللي بين الجبل المقصوص او العنصر بتاع المقصوص وبين المشهد الكامل اللي هو فيه الباك جراوند بتاعه الجبل او بتاعه العنصر اللي انت عملت له ماسك. فانا دلوقتي بقيت قادر ان انا طبعا هقفل اللي فوق دي، انا مش عامل ماسك عليها. فدلوقتي بقيت قادر ان انا اخلي التكست بتاعي يتحرك من تحت الجبل، ممكن شويه مثلا كده، ويبتدي ايه، اديله كي فريمز تانية. هنزل تاني على البوزيشن، اضغط طبعا الاول نقطه لان هو دلوقتي اتحرك من الكي دي النقطه دي للنقطه دي. فهو لحد ما اتحرك على النقطه دي مفيش اي نقط بعدها، فهو هيفضل مستقر في نفس المكان. بس عشان ابتدي اديله اوردر تاني ان هو خلاص كفايه واقفه هنا وانزل بقى تحت، فلازم اقول له الاول كلمه كفايه واقفه هنا دي. فكلمه كفايه واقفه هنا دي بنقطه لوحدها كده، اضغط هنا نقطه فاضيه، وبالنسبه له النقطه دي هي نفسها النقطه دي، فبينهم هو هيفضل ثابت في مكانه. اجي بعدها ادي نقطه كمان وابتدي اقول له خلاص انزل هنا كده. فهتلاحظوا ان هو بدأ ان هو ايه، ينزل من نفس المكان اللي طلع منه. فيبقى الماسك بتاعي عامل كده. ده الشكل النهائي للتكست. بس فدي كانت حاجه سريعه كده، تركية سريعه ازاي نقدر نستخدم الماسك في ان احنا بس نحدد المساحه اللي ممكن نعمل بيها حركه كده جوه الترانزيشن. نفس الطريقه دي ممكن نستغلها زي ما قلنا في ان انا مثلا لو عايز اطلع تكست من ورا شخص، من ورا عنصر، من ورا اي حاجه مثلا، او عندي لوجو كنت بحركه هيظهر في الشاشه
وعايز بعد اللوجو ده مثلًا ما يثبت في مكان معين ينزل تحته التكست. فنفس الطريقة دي إن أنا باعمل التكست بتاعي تحت وابتدي إن أنا أحطه جوّه ماسك، ومن جوّه الماسك ده يبتدي هو يظهر فيدّيني إيحاء إن هو اللوجو أو التكست ده وقع من اللوجو بعد ما اللوجو ثبت في مكانه. فأنا عايزك كده بعد ما تشوف الحلقة دي وتطبّق عليها تبتدي تشغّل دماغك وتتفرّج على فيديوهات أكتر وتشوف حاجات أكتر مثلًا Pinterest أو أي مواقع تانية، بحيث إنك تعمل تغذية بصرية وتيجي لك أفكار أكتر وأكتر، لإنك دلوقتي بقيت قادر على الأقل تفهم لمّا تشوف effect هو اتعمل إزاي عن طريق الماسكات، تقدر أنت تتخيل فعلًا إزاي تقدر تنفّذه بالماسكات، فده هيفتح جوّه دماغك أفكار كتير جدًا وحاجات creative أكتر وشغل أعلى تقدر تعمله عن طريق الماسكات. فلو عندك أي أسئلة اكتبها تحت في الكومنتات، لو أنت لسه ما اشتركتش أو ما عملتش لايك فيعني عيب والله، عيب يعني إحنا وصلنا للحلقة كام؟ إحنا بقينا أهل أصلًا، فلأ انزل اعمل كده وقُل لي في الكومنتات إنك وصلت للحتة دي في الفيديو، وخليك مركّز معايا الحلقة الجاية عشان هنبتدي بقى نعرف إزاي نعمل كده على خفيف شوية ماسكات مع الcolor grading فنقدر إن إحنا ناخد المشاهد بتاعتنا في حتّة سينمائية أكتر. أشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم.